ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ سنة 2025 شركة مارفل ودي سي اعلنوا عن تعاون مشترك ما بينهم، والتعاون ده في معظم الاحيان بيبقى شيء نادر جدا ما بين الشركتين دول بالذات. والتعاون مش هيكون في فيلم او مسلسل جديد، بل هيكون في كوميكس. علشان من فترة مش من بعيدة يعني شركة مارفل ودي سي نزلوا لنا كوميكس باسم ديد بول وباتمان. واخيرا يا جدعان حلم الطفولة هيتحقق. الواحد كان هيبيض علشان الشخصيتين دول يطلعوا مع بعض ولو حتى في مشهد. علشان كده قررنا نلخص النهارده الكوميكس اللي لسه نازل، فحضر حاجة تشابه جنبك وتعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. القصه بتبدا مع بروس وين وهو قاعد مستكانيوس في القصر بتاعه ومروق على حاله، وهو قاعد بيتكلم مع نفسه وبيقول ان في مواد كيميائيه كتيره اتسرقت من المدينه ومتاحف واثار وحاجات بالهبل. وقعد يقول مع نفسه هو انا ما بقاش ليا لازمه ولا تكونش راحت عليا. ووسط النقاش الحاد اللي ما بينه وما بين نفسه ده فجاه بيخش عليه عمك ديدبول. طبعا عمك باتمان افتكرها كبسه حكومه، ولكنه بعديها ترجم ان هو باتمان وما ينفعش الهبه تروح. طبعا ديدبول قعد يقلس عليه شويه، يعني يقول له وشك ده ولا وش رجلك، مالك الوسط كده ليه، حاجات من هذا القبيل. فطبعا باتمان حس نفسه بيتهزق في بيته، فيعني سأله لمرة واحدة انت مين؟ حرفيا سأله انت مين، اللي هو باتمان ما عندوش مانع يتهزق بس يعرف هو مين اللي بيهزقه. فطبعا ديدبول رد عليه وقال له انا امك، على اساس ان امه ميته يعني، وبيبدا يعرفه بنفسه بس المره دي بجد، ويقول له ان هو مرتزقه بس ما تخافش انا مش جاي لك انت. ولكن طبعا ديدبول زي اي كائن مصري اصيل بيستغل الفرصه ويقول له لو عايز نخلص لك على اي حد يعني اخوك موجود. وطبعا بعديها ديدبول قعد يلوك زي عادته وقال له سيبني دلوقتي عشان الحق امسك الراجل اللي اسمه باتمان ده، على اساس ان اللي واقف قدامه ده دينا الرقاصه، يعني ما اكيد محدش هيحترمك بالروب اللي انت لابسه ده، خش استر نفسك. وديدبول قعد يقول له ان باتمان ده شخص لابس لبس عيال صغيره، بس الناس كلها بتقول لي ان انت هتحس بهيبه اول ما يخش عليك كده. وفعلا انا شخصيا بدات احس ان الروب لايق على باتمان اكتر من البدله. ومره واحده هم واقفين بيتكلموا كده ضوء لمع فوق المدينه هذه اشاره باتمان بتنور. وطبعا ديدبول اول ما بيلمح العلامه دي بيترجم ان ده باتمان وبيطلع يجري ناحيه الضوء. وطبعا الكاتب عمل كده علشان يدي فرصه لاخونا باتمان يستر نفسه وينزل لديدبول. فطبعا ديدبول بعد ما بيتسلق جبل احد اللي حاطين عليه العلامه ده بيقابل على طول الحاج جوردن. وطبعا ديدبول قاعد يتريق عليه لحد ما اتفاجئ ولا مؤاخذه في اللفظ ان باتمان بينط عليه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان باتمان بيفشخ ديدبول، مش محتاجه حاجه يعني. وطبعا ديدبول بيحاول يفلت منه وبيطلع المسدسات بتاعته، ولكن باتمان بيربطه. وبكده يكون القتال اللي كلنا مستنينه ما بين ديدبول وباتمان انتهى بالتعادل، وهم اللي قايلين كده في الكوميكس عشان ما حدش يشتمني. المهم الحاج جوردن ربنا يديله الصحه قال لباتمان سيبك من ولا اللهبل ده ونركز في المهم. وبيبدا يقول له ان الجوكر بعت له رساله بيقول له فيها ان قدامه 6 ساعات بس علشان يلاقيه، والا ان الجوكر هيطلق السم بتاعه في المدينه كلها. علشان بعدها ديدبول وركز في الحته دي قوي علشان ليها علاقه بنوع من العلوم كده انا مش فاكر اسمه. ديدبول بيقول لهم ان لما بيحصل والقمر بيكتمل منسوب الماء في البحر بينخفض، وبسبب الظاهره دي بتظهر كهوف كانت مخفيه تحت الماء. وديدبول بيخمن ان الجوكر ممكن يكون مستخبي في كهف من الكهوف دي. وطبعا باتمان ما كدبش خبر وجاب خريطه واكتشف ان فعلا في كهوف مخفيه في المنطقه اللي بيقول عليها ديدبول. وطبعا مش محتاجه مخ، يعني الجوكر موجود في كهف من الكهوف دي. وديدبول ما صدق وشبط في باتمان. والحاج جوردن كان خايف جدا من ديدبول، ولكن باتمان اعطاه نظره كده وقال له يعني انا مش هعرف اسيطر على الواد ده. وفعلا باتمان بياخد ديدبول معاه في العربيه بتاعته وبيروح للجوكر. وفجاه ديدبول وباتمان هم قاعدين بيتكلموا في العربيه، ديدبول بص لباتمان كده وقال له كان لازم تسمع كلام الحاج جوردن. وديدبول بيفجر قنبله فيها مخدر وبيخدر باتمان، علشان بعدها بننتقل لمقر الجوكر وبنعرف هنا ان الجوكر هو اللي مأجر ديدبول. وده ان دل يدل ان ديدبول اجن من الجوكر بمراحل علشان كده جابه. والقصه بتكون ان الجوكر يعرف عيل صغير كده، والعيل ده بيكون ساحر، والولد ده بيدي التعويذه للجوكر كده علشان يقدر يلاقي حد شبهه في الجنون. ولكنه للاسف بيكتشف ان ديدبول في كون تاني، علشان كده الجوكر بيستخدم آلة شبه بتاعه الجري اللي بتكون في الجيم دي، ولكنها بتفتح له عوالم تانية. ولان الجوكر بيمتاز بقدره بدنيه عاليه زي كده يعني ما قدرش يكمل الموضوع ده، علشان كده بيستدعي افضل خلق الله الا وهو ريفيرس فلاش. وبكده يا ست الكل تكوني عرفتي طريقه ازاي تحضري ديدبول في البيت. فباتمان ساعتها بيبص له بنظره حاده وبيقول له اقسم بالله ده انت عيل فاضي، كل ده علشاني تروح تجيب عيل متخلف علشان يقتلني، بس جدع لقيت واحد اجن منك. طبعا الجوكر ساب كل الكلام ده وقفش في كلمه ان انت جبت واحد اجن منك. والجوكر بيقول لباتمان بغضب ما تقولش بس اجن منك، وانا مش عارف والله العظيم ايه ولاد المجنونه اللي بيتخانقوا على مين اجن من مين دول. المهم باتمان بيرد عليه ويقول له انك قضيت طول حياتك علشان تحاول تهزمني، ولكن
ولكن المهرج ده قدر يعملها في ساعة واحدة بس. ولكن الجوكر بيتضايق وبيقول له انا المهرج الوحيد اللي موجود هنا. فباتمان بيقول له عندك حق، هو اعظم من ان هو مهرج، هو مجنون ولكنه واعي وقادر يتحكم في جنونه على عكسك انت، عدو مثالي وشخص يستاهل اشغل بالي بيه. فالجوكر بياخد ديدبول على جنب، وديدبول بيقول له يا جدع انت عاوز تقتل الراجل ده شكله شخصيه مميزه يعني. وديدبول بيكمل كلامه ويقول له انا شخصيا ما عنديش مانع العب معاه لعبه القط والفار دي طول حياتي. وديدبول بيقول له ايه رايك نكون احنا الاتنين الاعداء بتوعه. طبعا الكلام ده بيتجنن الجوكر وبيقول له تمام يا عم سلم عليا علشان نتفق. وطبعا ديدبول اول ما بيسلم على الجوكر بيتكهرب، ده غير انه كمان بيتحقن بسم الجوكر. وبعدها باتمان بيقدر يفك نفسه وبيقول له انك اتصبت بسم الجوكر، ولكن ديدبول بيطمنه وبيقول له ما تقلقش جسمي هيعالج الموضوع ده. علشان بعدها الجوكر يقول لباتمان ان السم خلال 30 ثانيه هينتشر في المدينه كلها، ولكن في زرار يقدر يوقف السم ده كله لكنه في لعبه من العاب الملاهي. واحد هيقول لي طب يا معتز ايه اللي فيها انها تبقى موجوده في عربيه ملاهي؟ هقول لك انها مليانه بالمتفجرات علشان لو حد حاول يدوس على الزرار. ولسه باتمان هيتعصب ويضرب الجوكر، لا ديدبول راح داس على الزرار. وطبعا مش محتاج اقول لك ان ديدبول اتفجر ولكنه ما حصلوش اي حاجه. وبعدها باتمان بيمسك الجوكر وهم طالعين هو وديدبول بيقول له يعني بروح امك فاكر نفسك ضحكت عليا؟ انا اللي كملت معاك بنفسي علشان توديني لحد الجوكر. وطبعا كل ده علشان ما يبانش ان هو اتهزم بسهوله، يعني ده باتمان يا جدعان انتوا بتقول ايه؟ وبعدها باتمان بيقول له انا هعد لحد 10 وما اشوفش وش امك في المدينه تاني. وطبعا ديدبول ولا كانه سمع حاجه وبيقرر يتفسح شويه في المدينه. وبس هو ده الكوميك او العدد الاول من الكوميك، لان في لسه اعداد تانية هتنزل. وتقييم النهائي للكوميك ده هو 7 من 10. وعاوز اقول لكم على حاجه واحده بس مضايقاني في الكوميك ده، الا وهو شكل الجوكر. الجوكر يا جدعان شكله خرا قوي في الكوميك ده، واللي بتفكرني بنسخه الولد اللي كان بيلبس البدله على العري دي اللي هو كان بيطلع في الافلام. وصراحه انا لا طايق النسخه دي ولا طايق النسخه دي. وفي النهايه ما تنساش تنزل تاخد لفه في القناه كده وتكتب لنا عاوز ايه الفيديو الجاي، والسلام.